بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، لعلنا إن شاء الله تعالى نستأنف درسا أو نبدأ درسا جديدا بعنوان الداء والدواء، وهو كتاب قيم لصاحبه ابن القيم، فهو من أنفع الكتب ومن أروعها لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، وخاصة أمراض القلوب. كتاب نشأ عن سؤال أتى إلى الشيخ الجليل الشيخ ابن القيم، فأجاب عنه بكتاب كامل. وهذا كان أحيانا يكون منهج بعض العلماء، كثيرا ما كانت الأسئلة تأتيهم فيجاوبون عنها بتأليف كتاب كامل يستفصلون ويشرحون فيه ويتعمقون من خلال هذا السؤال في مفهوم ذلك. كما عهد عن شيخ الإسلام تيمية لديه مؤلفات كثيرة، مثل في العقيدة، إجابة على أسئلة جاءته، مثل الرسالة المدنية والتدمرية نسبة إلى بلدانها، فيؤلف فيها كتابا يجيب عنها. بين يدي هذا الدرس أحب أن أعرف بهذا العالم الجهبذ رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين كلهم، وهو شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز أو حريز الزرعي الدمشقي الحنبلي. طبعا الدمشقي الزرعي هذه نسبة إلى قريته، والدمشقي نسبة إلى دمشق، حيث قال بعض العلماء أنه ولد ونشأ وتوفي بها رحمه الله تعالى. والحنبلي نسبة إلى المذهب الذي تمذهب عليه في بداية تعلمه، ولكنه كان من الأئمة المجتهدين الذي يجتهد حسب الدليل، ولكن كان يغلب عليه الميلان إلى المذهب الحنبلي. والمعروف بابن القيم أو بابن القيم الجوزية هذه مدرسة من مدارس، يعني كانت هناك مدارس كثيرة في دمشق تسمى بأسماء منشئها، منها ابن الجوزية، رجل أنشأها فسميت المدرسة الجوزية، وكان أبوه قيما عليها، كما تقول كأنه مدير المدرسة أبوه، فيسمى ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. وقد درس فيها رحمه الله تعالى فترة. ولد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في سنة 600 أو 961 رحمه الله تعالى، أو 661، وتوفي سنة 700 وتوفي سنة 751 رحمه الله تعالى. عرف بالعلم وطلبه، وكان نهما في ذلك، وقد تتلمذ على كبار المشايخ في بلاده، وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد عرف بالانتصار له ومناصرته والدفاع عنه، وحتى أنه سجن في سجن القلعة التي توفي بها شيخ الإسلام تيمية، سجن هو وشيخ الإسلام، ولكن وضعوهما في سجنين أو عنبرين مختلفين كل بمفرده، حتى توفي شيخ الإسلام تيمية في سجن القلعة الذي في دمشق، ثم بعد ذلك أخرج رحمه الله ورضي عنه. ومن تلامذته المشهورين الذين اشتهروا ابن رجب الحنبلي، وابن كثير
وقد أخذ عنه ابن كثير كثيرا ولزمه لزوما كثيرا رضي الله عنه. وكان معروف رحمه الله بتعبده وزهده وقدمه الراسخة في ذلك. قال وكان رحمه الله راسخ القدم في العبادة جليل الشأن في التأله عظيم القدر في الإقبال على الطاعات، حتى قال تلميذه أبو الفداء ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى. وقال ابن رجب عنه: وكان رحمه الله إذا ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشهد مثله في ذلك رحمه الله تعالى. وكان يعني رحمه الله عرف في هذا الباب حتى أنه له مؤلفات كثيرة في هذا الباب، مثل هذا الكتاب الجواب الكافي وغيره من الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى في هذا الباب، مثل كتاب مفتاح دار السعادة وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وغيرها من الكتب. وكان بابا في جانب التأله وله قصائد في ذلك رحمه الله تعالى، وكان إماما وينتفع الناس في هذا الباب منه انتفاعا كثيرا. وقد شرح هذا الكتاب علماء كثر، سواء كانوا صوتيا أو سواء كانوا كتابة. وهذا الكتاب أيضا يسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. إذن نبدأ الآن فيما قال المؤلف رحمه الله تعالى، أو نقرأ نص السؤال الذي ألف لأجله هذا الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الآن نقول نص السؤال. يقول سائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إذا استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، كما قال العلماء من أمثال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله وغيرهم من الأئمة؟ قالوا: هذا الرجل يبدو أنه كان مبتلا بالذنوب. طبعا هو لم يذكر ما نوع البلية التي ذكرها، لكن من فحوى السؤال يتضح لك أنه كان مبتلا بالمعاصي والذنوب، وأنه أصبح مدمنا عليها حتى لا يكاد يتركها، فيخاف على نفسه العطب. كما قد يبتلى بعض الناس أحيانا في مصيبة النظر في المحرمات في الصور والمنكرات، خاصة في زماننا هذا الذي شاع فيه انتشار مثل هذه الأنواع من الصور من خلال المحمول الذي يحمله الإنسان، سواء كان من جوالات أو الأجهزة المكتبية أو اللوحية وغيرها التي ابتلي الناس بها بالنظر. بعض الناس ابتلي بالنظر فقط، ربما لا يرتكب بعض المنكرات، يعني لا يقع في الزنا، لكنه مبتلا بالنظر في هذه المنكرات، في الشاشات، في النساء، وبعض النساء مبتلين بالنظر في الرجال، وهذا مما يجعل على القلب ران يغطيه بالذنوب، فيصبح القلب بعيدا عن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. فيقول: في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت، انظر إلى قوله، إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته. إن استمر معها ولم يتب
ولم يقلع عنها ربما تجعله ينحرف عن المنهج أو عن أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه مصيبة لا يحمد عقباها. فيقول: أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها والطريق إلى كشفها. فالآن الرجل هذا مريض يحتاج إلى دواء، يسأل أئمة العلم ما دواؤه ليشفى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. فقال: فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى. الآن فقال: فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى: هذا الكلام لا شك أنه ليس من كلام ابن القيم، كما نبه عليه الشيخ عبد الكريم الخضير، فقال: هذا القول ربما يتوهم السامع أن كيف ابن القيم يتكلم عن نفسه ويمدحها بهذه الطريقة، ولكن هذا الكلام ليس من نص الكتاب، إنما من نص النساخ الذين نسخوا الكتاب. في قديم الزمان كانت الكتب تنسخ نسخا، يعني يكتبها النساخ بأيديهم، فيكتبون فيها ما يريدون من هذه الأنواع من الثناء والمدح لصاحب الكتاب وإجلاله رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا الكلام ليس كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وكذلك هذا الكتاب مبوب، ربما أنك تجد أنه مبوب إلى أبواب، فيقول لك باب كذا فصل كذا، وهذا كله من إضافة النساخ والذين طبعوه والمؤلفون أو المحققون الذين حققوا بعضه، فقسموه إلى أبواب ليتضح، أو رأوا أنه ليسهل للذي يريد الرجوع إليه. ولكن هذا التبويب ليس بصحيح، ليس تبويب ابن القيم رحمه الله تعالى، إنما كان جوابه مباشرة، بدأ فقال: الحمد لله أما بعد. الآن ندخل في صلب الكتاب يعني. فقال: الحمد لله أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا الحديث ربما يستخدمه كثير من العلماء في الأمراض البدنية، حينما يسألهم بعض الناس أو يحبون أن يطمنوهم، حينما يأتي بعض الأطباء تجدهم ييئسونك، يقولون لك: ما لك، ليس لك دواء، وأنك ستموت بعد الفترة الفلانية، شهر أو شهرين أو أسبوع أو هكذا، يقولون له ليس لك دواء. وهذا خطأ من الأطباء، إنما يقول المفترض أن يعطيه الأمل، فيقول له: أما عندي فليس عندي دواء. ربما تجد دواء في مكان آخر ويقول له أنه ما من داء إلا أنزل الله دواء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. في بعض الروايات: علمه من علمه وجهله من جهله. هذا حديث في الصحيح، فلا يعني ما ينبغي أن يسمع لما يقال لك الأطباء أحيانا. وهنا ابن القيم رحمه الله تعالى يستدل له كذلك على دواء القلوب، على أمراض القلوب. فإن من أعظم الأمراض التي يبتلى بها العبد هي أمراض القلوب، لأنك ربما تمرض مرضا بدنيا جسديا، فمرض البدن والجسد يزول، أمره هين، يبقى في الدنيا
قد لا يبعدك عن الله، بل ربما أحيانا بعض الأمراض تقرب الإنسان إلى الله جل وعلا، تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فتجعله صاحب يقين وصاحب قلب رقيق، ويشعر بحاله فيقترب إلى الله سبحانه وتعالى. إلا من قسى قلبه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. وقال وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، أي بمعنى إذا أصبت الدواء الذي أنزله الله جل وعلا فأنت تبرأ من ذلك المرض. وكم من مريض يأسه أن الأطباء فذهب فوجد في عشبة أو في ماء زمزم أو في الدعاء فشفاه الله تعالى، كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الكريم الخضير في قصة حينما مرضت امرأة وكان عندها الحصوة، فقالوا لها لا بد من إجراء العملية أو كذا، فذهبت وأتت بماء وقرأت عليها الفاتحة فشربتها، فجاءت من المراجعة من اليوم الثاني فإذا بها لا تشكو من ألم ولم يجدوا الحصوة، فقالوا فاستغربوا وأين ذهبت الحصى؟ فهذا الله سبحانه وتعالى الذي يجري الشفاء، كما قال جل وعلا على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فهنا أيضا شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يستدل بأن هذه الأحاديث أيضا دليل على شفاء القلوب، وشفاء القلوب يكون بالوحيين، بالكتاب والسنة، بالرجوع إلى الله، بالدعاء. وسيذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنواعا من هذه الأدوية. وقال رحمه الله تعالى: وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم، بمعنى الشيخوخة وكبر السن. ولعلكم هذه المسألة لعل بعض الناس في بلاد الكفار أو بعض ممن ابتلي من المسلمين يحاول أن يرجع شبابه بعد أن شاخ، يعمل العمليات ويدفع مئات الألوف من المبالغ حتى يرجع شبابا، وذلك لا دواء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل داء جعل الله له دواء إلا الهرم، وهو كبر السن، وكبر السن ليس له دواء لأنه هذا من أطوار الخلق التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها العبد، يخلقه في بطن أمه ثم يخرج جنينا، وهكذا يبدأ ويكبر ثم إلى أن يكبر ويصبح شيخا، وربما أحيانا يرد إلى أرذل العمر، يصبح كالطفل، يذهب عقله، تذهب ذاكرته، فلا يتذكر، ويبدأ يكون مثل الطفل يحتاج إلى أن يأخذه أحدكم أكرمكم الله أحد الناس إلى الحمام أو غيره ويطعمه وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من سوء الكبر ويستعيذ من الهرم. ثم قال: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن. كما كنا نتكلم أن هذا الحديث ليس في أدواء البدن فقط، إنما هو يعم أدواء القلب والروح.
والبدن وأدويتها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه السؤال، سؤال العلماء. لأن في الحديث، فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح. هذا الحديث على اختلاف فيه بين أهل العلم، ربما يعله ويضعفه كثير من أهل العلم، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أنه حسن، يراه أنه حسن، وإلا قوله ويعصر، إلا لفظة ويعصر، فقال فإن هذه لفظة منكرة لم تصح. هنا ماذا يدلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إنما دواء العي السؤال. العي هو عدم القدرة على الشيء، وغالبا ما يطلق عدم القدرة على الكلام، فيطلق في مثل هذا كذلك على الجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما دواء العي السؤال. وقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هنا يتبين لنا مقام العلماء وفضلهم، حيث أنه لا يستغني عنهم كل أحد. فلو رأيت الأطباء والمهندسون وأصحاب المهن المختلفة على جلالتها وفائدتها، فإنه لا يحتاجهم كل أحد. فالطبيب لا يحتاجه إلا المريض، والمهندس لا يحتاجه إلا الذي يريد بناء بيته، وهكذا على اختلاف مشاربهم وأشكالهم أو مهنهم. إلا عالم الدين فإنه يحتاجه كل أحد، فكل أحد منا يصلي، وكل أحد منا يصوم، وكل أحد منا يزكي، وهكذا له أحكام يمشي بها في هذه الدنيا. فغالب الناس على غير علم، إلا من كان طالب علم، فيحتاجون إلى طالب العلم أو إلى العالم ليعلمهم وينبههم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخطأوا فيما فعلوا، فلولا أنهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا، بدل أن يقتلوا صاحبهم الذي مات بسبب فتواهم له. قال: إنما يعصر ويعصب عينه فيضرب عليها ويغسل سائر جسده. يعني في الجرح وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا كنت مريض ولا تستطيع أن تتوضأ أو تغتسل، فماذا تفعل؟ تغسل سائر البدن السليم، وموضع الجرح تضرب هكذا بكفك، ثم تمسح عليه إذا على ذلك الجرح، ولا تصيبه بالماء إذا كان الماء يؤذي هذا المريض. فقال عليه الصلاة والسلام أنهم تسببوا في قتله بسبب جهلهم. لهذا أمر خطير ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم والمشايخ، وأيضا ممن هم دونهم من عامة الناس، أن لا يفتوا الناس بما لا يعلمون. إذا كنت لا تعلم فقل أنك لا تعلم، فهو خير لك من أن تعلم هذا الشخص أو تفتيه بفتوى فتكون معطبة له، سواء تقتله أو سواء تجعله يقع في الحرام أو يبعد عن الحلال بسبب فتواك.
ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن القول على الله بغير علم، وهو من الكبائر أن تقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، كما ورد ذلك في آية الأعراف. فينبغي للإنسان إذا كان جاهلا ولا علم لديه أن يسأل أهل العلم، ولا يتعجل في أن يفتي الناس. فإذا حتى لما في الأثر المشهور عن أنس بن مالك، أو عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب صاحب مذهب مالك رحمه الله تعالى، أنه جاءه رجل مسافر وعنده أسئلة كثيرة، فسأله فأجاب في أكثرها أني لا علم لي، كلما سئل فيقول لا أعلم، وأجاب عن قليل. وهذا يدلنا على الورع الذي كان يتصف به أهل العلم رحمهم الله. وينبغي للإنسان أن يتصف بطالب العلم والعالم أن يتصف بهذا الورع، لأن هذا توقيع عن الله. وقد ألف فيه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتابا اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فأنت توقع عن الله، تقول أن هذا الله جل وعلا قال فيه حلالا أو قال فيه حراما، فينبغي ألا تقول إلا بعلم، ولا تستحي، لا تستحي أن يقال لك الشيخ أو طالب العلم أو فلان قال لا أعلم فتستحي، لا، ينبغي أن تستحي من الله وتخاف من الله جل وعلا. وكذلك أيها الإنسان العامي وغيرك، لا بد أن تعلم أن هذا أمر خطير ينبغي أن تتجنبه وألا تقع فيه، لأنه سوف يكون عليك وبالا يوم القيامة، وربما تقتل الإنسان أو توقعه في حرج ومصيبة وفي شرك وفي كفر أو في مصيبة حسب الفتوى التي أنت تفتيه بها. هذا أمر خطير جدا ينبغي أن يتنبه له الناس وأن يعوا حتى لا يقعوا في هذا البلاء. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء لجميع الأبدان وليس لبعضها. فيقول شيخ الإسلام هنا: ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، يعني لجنس المرض وليس لبعض الأمراض، إنما لجنس المرض. فإن قال سبحانه وتعالى قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. واشترط أن يكون مؤمنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأنه لا بد أن تكون مؤمنا بهذا الأمر معتقدا أنه يشفي. وهذا أمر مهم جدا في الشفاء والعلاج، سواء كان للبدن أو للقلب. ولعلنا نتحدث عن هذا الأمر وأمور أخرى في حلقة قادمة بإذن الله، ونحن وإياكم على خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب